مرحبا حبايب، رجعنا لكم من جديد ونهار سعيد لكم جميعا. حبايب، اليوم رايحين على مدينة هامبورغ لحتى أزور أخي حسين ونشق عليه وناخد له بوكيه ورد حلو ونتمنى له الشفاء العاجل. مرحبا لك الأصدقاء، عائلتي الحلوة، أهلا وسهلا فيكم من جديد. مثل ما قال محمد بالمقدمة، نحن رايحين زيارة لعند سلفي وبنتمنى له الشفاء العاجل يا رب. Opa! Surprise hier. Hey, bravo. Dankeschön, Babsiko. وهلا صار دور هدية مانيسا اللي بتكون بنت عمون للولاد، وهي بنت عمرها بعمر لبنت، كتير حبابة وحلوة ما شاء الله، الله يخليها لأهلها يا رب. هذا إلي. طبعا يتابعي هو. يا ميسا. Wow! Danke. Dankeschön. Anis? صار دواك يس هنا كله حد دسوا كده يس فلا فوق عمل فوق هنا ده so وهلا صار دور عموري الصغير، دور عموري لياخد هديته من لافند. ومين رح يعطيه اياها؟ مرت عمو. هذا بعدين هذا De vaca. De vaca. Jos, Amar que vaca. Amar, eu vou ver vaca. Ver vaca. كده بعد باش تبدأ Cadê? Hallo. ها؟ رندا. هاجينا قادر خالص من كده. ها؟ ولا تاكل وات؟ وامسكي كتشوبي وات؟ تاني يوم بعد ما ارتحنا وما شاء الله حطينا الفطور والولاد بلشوا بدهم ياكلوا. وشوفوا هون لافاند ومانيسا قاعدين أول السفرة أو داخلين بحديث طويل وعريض ما عم نفهم منهم شي. المهم كتير حبيت الفكرة إنه قاعدين مع بعض وكمان مبسوطين وعم ياكلوا سوا. حبيت أصورهم هيك لقطات صغيرة لتضل ذكرى لإلنا ولإلهم. وبعد ما خلصنا الفطور رحنا على محل اسمه داماس ستايل، ببيع فيه أدوات المطبخ وكان فيه ألبسة وإكسسوارات وكتير شغلات من سوريا. هذا المحل محل سوري. وشوفوا كمان الجوامع الموجودة بهامبورغ. عن جد أنا كتير بحب، ومحمد كمان كتير بحب المدن الكبيرة لأنه عشنا نحن بمدينة كبيرة، فلذلك تعودنا على المدن الكبيرة وعلى الزحمة وهيك عن الناس. وجوامع موجودة بأوروبا كمان، هالشي كتير حلو. بمنطقتنا ما في هيك شغلات أبدا، لا في زحمة ولا في شي يعني، بس الحمد لله كمان ماشي الحال، عم نقدر نروح كمان لغير مناطق
نتسوق ونجيب أغراض ونشتري ونشوف العالم. المحل فيه كتير شغلات. هون كمان كان في بهذا القسم كان في كل أغراض رمضان، من هلالات ونجوم وكمان رسمات وصمديات كمان كلها بتدل على رمضان. ينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. وفوانيس وأضوية وإيش ما بدكن، يعني كل شي بخطر على بالكم موجود بهذا المحل. وعن جد يعني إنه إحنا كتير حبينا هدول الشغلات الموجودة. هلأ الشغلات اللي اشتريته من هذا المحل رح تشوفوه بآخر هذا الفيديو. بعد ما خلصنا تسوق رحنا تغدينا بمطعم مارينا كمان المشهور كتير بهامبورغ، والأكل عنده كتير طيب والشاورما عنده يعني ما بتعوض إذا تروحوا تاكلوا من عندهم. نحن كل مرة بننزل فيها على هامبورغ بنروح على هذا المطعم وبناكل من عنده. وهون عم نرجع على البيت عم نصور حالات أنا وسلفتي. شوفوا شو اشترينا. جايز هلا رجعنا من السوق وهدي افرجيكم شو اشتريت. سلفتي اشتريت اغراض للمطبخ. اول شي اشتريت هاي الصينية من نفس المحل اللي مثل ما هلا شفتوا بالفيديو، وحدة الي وحدة الك. كابرية وثقيلة وكتير حلوة بالهنا سلفتي. وهي كمان صينية اخذناها من محل علي بابا كمان موجود بهامبورغ من نفس المنطقة. هاي لقهوة الصبح وهيك يعني واحد كمان فيه يستخدمها. وهاي اخذناها هاي كمان مضيفة، واحد فيه يحط فيها المكسرات، يحط فيها الضيافة او يحط فيها كمان هيك مثل سكاكر بونبون راحة. نرجع على احلى قطعة كثير حبيناها. كان في منها عدة موديلات وعدة الوان، بس نحن هون سلفتي اختارت اللون الاخضر وبيجي فيه 16 قطعة، وفي الثانيين بيجوا فيها 20 قطعة، وكمان الاصغر واحد بيجوا فيهم بس 12 قطعة. يعني بيجوا هون 4 او 3 او 5. هاي مانسا بدها تساعدني. شوفوا البنات ما احلاهم هيك، ما هيك حلو؟ عجبك؟ ها؟ يلا بس تكبري بدي اشتري لك وحده مثلها. اوكي؟ يلا انزلي. تعي تعي لعندي. اولا واصدقائي هلا بدي افرجيكم انا شو اشتريت. تقريبا اشترينا نفس الشغلات بس غير موديل كل واحد. هون كمان انا اخذت صينية القهوة هيك موديله، حوافه كمان ذهبي. نحن نقينا هاد. وكمان اخذنا طقم البهارات كمان نفس الشيء اخذناهم، بس كمان اخذت غير لون. هيك اخذت اللون اسود. طقم البهارات اثنيناتهم حلوين. وكان في موديل تاني تبع فرزاتشي كمان، كان في واحد تاني عليه موديل ريشة وكذا، يعني كل واحد لون. طبعا المحل ما شاء الله فيه كتير اغراض، فيه كتير شغلات، بس ما قدرت اصور لانه المحل شوي صغير وكان في زحمة يعني ومع اولاد وعجقة، يعني واحد ما بيقدر يصور كتير. هون اخذت مضيفة كمان بيجي كمان مثله نفس الموديل بس غير نقشة، ويمكن حجمه اكبر ما بعرف. كتير كيوت وحلو. ترى فناجين القهوة كمان اخذتهم هيك. بيجوا موديل شنطاية بس كتير حلوين هيك.
ثالث يوم رحنا على محل اسمه الزهراء كمان موجود بهامبورغ. اشترينا فيه أغراض تبع مونة رمضان واشترينا كل احتياجاتنا. وهنيك لقينا كمان فناجين قهوة وأراجيل. أصدقائي هذا هو المحل. طبعا ما قدرت أصور قسم الغذاء تحت لأنه ما شاء الله كمان كان زحمة. هون قسم العلوي فيه كل أغراض المطبخ من صواني، فازات، صمديات، مضايف. وهاي كاسات الشاي كمان لرمضان، بيجي هلال ونجمة كمان. سعر الوحدة 6 يورو ونص. وفي كمان هيك زبادي للشوربة، حلو وكيوت كمان ب6 يورو ونص. هاي المجات للقهوة كمان مع طبقهم تحت. هاي كوين تبعت المعالق كمان ب8 يورو. هيك بتجي معالق ذهبية للشاي. والله حلو. شوفي في عليها شيء كمان. إيه ما شفنا بهداك المحل كمان نفسه هاد كان، لا بس كان بدال مدور كان جاي مربع سبايك. هاي ليرات. هذا كان سبايك طالع على فوق كتير. شو سعرها هالصينية؟ 25. وهيك أصدقائنا بيكون خلص الفيديو لليوم. قضينا يومين كتير حلوين بهامبورغ، عن جد مدينة رائعة. خلوكن عم بتتابعونا، رح ننزل شغلات كتير حلوة برمضان وقبل رمضان كمان. رح ساوي شغلات جديدة بالمطبخ. انطرونا بالفيديو الجاي، ولا تنسونا بلايكاتكم والتعليقات، تعطينا طاقة إيجابية دائما. ضلوا بخير وبسعادة. رونا بفيديوهات جاية. باي باي.